من اكتر الحاجات اللي عامله زيطه حاليا في السوشيال ميديا هي انك انت تتجوز اللي شبهك. حلو انك تتجوز حد شبهك عشان ما تختلفوش في الطباع، بس الاحلى انك لما تيجي تتجوز اللي شبهك ما تتجوزش اللي شبهك في المشاكل. يعني ايه اللي انا بقوله ده؟ يعني احيانا نروح نتجوز اللي شبهنا، جميل، علشان ما نختلفش في الطباع. لو انا بحب الخروج هو ما بيحبش الخروج، هنقعد بقى نختلف على حاجات فاضيه. انا نفسي اخرج، لا انا مش نفسي اخرج. انا ما بحبش الصرف، انا بحب الصرف. انا بحب الهدوء، هو بيحب الدوشه. كل الطباع دي اللي بيبقى عليها مشاكل فعلا بتبقى مش بتبقى كويسه في الجواز. بس الاحلى لما تيجي تتجوز اللي شبهك، اوعى تتجوز اللي شبهك بمشاكلك. يعني ايه بمشاكلك؟ انا ما عنديش مشكله في الثقه بالنفس. لو احنا عندنا مشكله في الثقه بالنفس، امال مين هيعزز ثقتنا بنفسنا؟ لو احنا عندنا مشكله في الحساسيه المفرطه وناس حساسه جدا، امال مين اللي هيقدر يعرف انه الكلام ده جارح، الكلام ده يضايق، الكلام ده يوجع، الكلام ده ممل، الكلام ده ما ينفعش. لو احنا الاتنين متنمرين او بنقعد ناخد الحاجه بتريقه طول الوقت، هنبهدل بعض. ليه؟ لانه انا هتنمر عليك وانت هتتنمر عليا، فاحنا الاتنين هنبوظ. اتأكد تماما 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 انك انت مش بتتجوز مشاكل اللي قدامك. اتأكد انك انت بتتجوز اللي قدامك علشان اللي قدامك وقادر تتعامل مع مشاكلك الشخصية اللي هي لو قابلتها قدامك هتعرف تتعامل معاها. اتأكد تماما انك انت مشاكلك الشخصية اصلا مدركها، علشان لما تتجوز تبقى عارف كل الحاجات الثقافية والمستوى الاجتماعي ومستوى التعليم ومستوى العيشة أو المستوى المعيشي أو المستوى الاجتماعي. كل ده بيأثر على أي اتنين هيرتبطوا ببعض. اوعى تفتكر بس موضوع انه اللي شبهك او مش اللي شبهك، لا بالعكس، ده كمان المستوى بيفرق. ليه بقى؟ لانه احيانا لاننا بني ادمين من جوانا، يعني السواء النفسي فيه مشكله، فده معناه انه هيجي في وقت اللي قدامي هيجيب سيره المستوى الاجتماعي، او انا هفسرها كده. لو انا مش مدرك لمشاكلي انا هفسرها كده. لو انا عندي مشكله في المستوى الاجتماعي اللي جوزي منه، فانا غالبا هفسر الموضوع كده. لو عندي مشكله في المستوى الثقافي او مستوى اللغوي، غالبا انا هحط الموضوع ده. ولو اللي قدامي معتد بنفسه، معتد بعيلته، معتد بالمستوى اللي هو منه، كمان هيبقى فيه مشكلة. ليه؟ لانه كل ده هيسبب مشاكل. اوعوا تفتكروا بس انه احنا لما بنتجوز المختلف هو ده بس المشكلة الوحيدة، وانه احنا لما هنتجوز اللي شبهنا خلاص المشاكل كلها هتتحل. ده كلام السوشيال ميديا اللي ملوش اي 30 لازمة. يا جماعة عدوا الكلام على المنطقة بتاعت الدماغ. اتجوز اللي شبهك صح، ادرك لمشاكلك، اتجوز اللي شبهك، خليك فاهم ايه اللي بتعرف تتعامل معاه وايه اللي ما بتعرفش تتعامل معاه من الاساس، علشان ما تلبسش في الحيطة. خليك مدرك عيوبك الشخصية اللي انت اصلا مش عارف تتعامل معاه. خليك كمان مدرك انه فرق المستويات، وده طبيعي جدا، ممكن انت تكون مش عارف تتعامل معاه، فاعرف انه دي ممكن تبقى مشكلة. ليه؟ علشان ما تجيش بعد كده تلوم اللي قدامك انه ما بيعملش اللي عليه. فاكرين المشهد بتاع نادين لما كانت ماشية تلملم المناديل وهي فاهمة انها بتعمل اكتر من المفترض تعمله؟ هي بتلم المناديل اللي الطبيعي انك تلمها، وهو فاهم ان هي بتعمل الطبيعي جدا زيها زي اي ست بتعمل كل حاجة. الستات بيعملوا كل حاجة، وبالتالي هي بتعمل زي اي ست، مفيش اي حاجة جديدة. مهم جدا تبقى شخص مدرك لمشاكلك، بتعرف تعبر ولا ما بتعرفش تعبر، بتقدر تتكلم ولا ما بتقدرش تتكلم، بتحب تبقى شخص تقول كده انه اللي قدامك شكرا وميرسي وبليز وان انت شخص حلو وانا مش عارف تعبتك ازاي، والكلام الحلو بتعرف تعبر، ولا الكلام اصل انت بتعملي العادي تحصيل حاصل. لا، هو ما فيش حاجة اسمها تحصيل حاصل، لا شخصيتك تحصيل حاصل. الحاصل لو انت مش مدركها، يبقى انت محتاج تبقى انت
ما عندكش حاجة اسمها تحصيل حاصل، تبقى مدرك لمشاكلك كويس قوي، تبقى قادر تتعامل معاها، تبقى فاهم فرق المستويات مع الشخص اللي هتتجوزه. ما تعديش الكلام من على ودانك من غير ما تبقى فاهم هو أنا فاهم إيه عن إيه، أنا فاهم إيه عن نفسي، مستقبل مشاكلي إزاي، إيه الحتت الحساسة عندي، إيه الحتت اللي بتخلي عندي لمبة الغضب تنور، لمبة الضيق تنور، لمبة التوتر تنور، لمبة الانفيريوريتي أو الدونية تنور. إيه الحاجات اللي بتلمس عندي فبتعلي عندي حتة معينة. مهم جدا ان كل المشاكل دي نبقى مدركتها، مش بس موضوع ان انت تتجوز اللي شبهك. الجواز اللي شبهك ده بس علشان ايه؟ ما تتضايقش. وخدوا بالكم انك عشان تتجوز اللي شبهك ما هواش الضامن الوحيد لعدم المشاكل. ليه بقى؟ لانه احيانا انا ابقى شخص بيتوتي واحب البيت قوي واحب القعده في البيت جدا، وافاجئ انه في ناس تانية مستمتعه بالحياه وعماله تخرج وعماله تروح وعماله تتنطط. انا اصلا ماليش خلق على التنطيط، بس تعجبني الحياه ده، فابدا انجذب للحياه دي على اعتبارها ان هي الحياه اللي انا عمري ما عشتها. حتى بتبقى باينه جدا 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 في المراهقين ان هم يعملوا حاجات عمرهم ما عملوها. ليه؟ لانه دي مش حياتهم، مش الطبيعه بتاعتهم. بعد كده هنرجع ونشوف الغلطه اللي احنا عملناها، بس ممكن تبقى الفاس وقعت في الراس ونبقى عملنا غلطات فيتال. فما هياش الضامن الوحيد انك انت بس عشان بلاش ايه نبقى سطحيين، انك بس تتجوز اللي شبهك خالص. حاجات كتير وعوامل كتير كل اللي انا قلتهم دول يفرقوا معاك علشان تضمن جوازة محترمة، قادر تبقى فاهم فيها وقادر تتعامل فيها وقادر تبقى شخص مثمر فيها. سلام، اشوفكم المرة اللي جاية.